خويا العزيز تحب تحفظ اي سورة، ماشي شرط سورة البقرة، اي سورة في بالك، اتكل على ربي، فاذا عزمت فتوكل على الله. انا ندخل لكم ديريكت في الطريقة كيفاش حفظت سورة البقرة. ما نحبش انا نفتي ونظلي هاك وندخل لك في موضوع هاك وهكا، نعطي لك ديريكت الطريقة. انا الحفظ تاعي كان يعتمد على تكرار السمعي، يعني نسمع بزاف، ندير كيتمان بزاف ونسمع بزاف قرآن. كان يعتمد على التكرار السمعي وعلى التصوير الذهني. هذا التصوير الذهني ماشي كامل عندهم الناس هذه الكاباسيتي وهذه القدرات انك تشوف ايماج تكابتيريها ديريكت في راسك، ماشي كامل الناس عندهم هذو الامكانيات. معليش نعطي لك التكرار السمعي، خير القارئ اللي تبغيه. بار اكزومبل نحب ياسر دوسري ولا ماهر معقلي. ياسر دوسري في التلاوه تاعو سوره البقره في الابليكاسيون في التطبيق داير فيها زوج سوايع، انا كنت نقسمهم هكا زوج سوايع خويا. 24 ساعه 24 ساعه راي فائض. كنت ساعه صباح نسمع النص الاول تاع سوره البقره، ساعه عشيه نسمع النص الثاني، مده شهر. مده شهر وانا اسمع نص صباح ونص عشيه. كيف الشهر، كيف ديجا كيف السمانه صبت روحي نقرا خلف القارئ. ايا روح بعد كيف شهر عاودت رجعتها 3 خطرات بالمصحف، صبت روحي حافظها. سورة آل عمران كذلك، ولكن غيرت القارئ. كنت سورة بقرة ياسر دوسري سورة آل عمران حفظتها الله أعلم بصوت ماهر معقلي. سورة النساء حفظتها بالشيخ السديسي. سورة المائدة عاودت وليت الياسر دوسري. الأعراف والأنعام كملتهم ثاني ياسر دوسري. مام سورة الأنفال بياسر دوسري، ومازالني في سورة التوبة بياسر دوسري.